ازيكم عاملين ايه؟ قصتنا بتحكي عن هاجو، بنت جميلة وغنية وعندها كل حاجة ما عدا حاجة واحدة بس، وانها تكون من العيلة المالكة. فبتقرر هي بقى تتجوز الامير المنبوذ يان. هل بقى تنجح في الموضوع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف. بتبدأ حكايتنا سنة 2009 لما هاجو طلعت الأولى على واحد من العيلة المالكة. فابوه بقى بيجي وبيفهمها ان هي مهما حاولت تعمل عمرها ما هتكون زيهم، والموضوع بيأثر فيها جدا ومش بتنساه لغاية ما بتكون بقى رئيسة شركة مهمة. وبتكون عاملة اجتماع وعمالة تزعق في كل الموظفين اللي معاها لأن الشركة بتاعتهم خسرت قدام شركة تانية. ولما بتخلص اجتماع المساعدة بتاعتها بتيجي وبتقولها إن النهاردة عيد ميلاد ولي العهد، فبتقول للموظفين إن هم يكتبوا إن تم دعوتها لحضور الحفل الملكي ده، وكده بقى تكون كسبت إن الصحافة كلها تتكلم عليها وعلى الشركة بتاعتها. وعلى الناحية التانية بنشوف الأمير أيان وهو في الأوضة وكل الخدم بينادوا عليه، لكن هو مش بيرد على أي حد فيه لغاية ما بيجي بقى المساعد بتاعه تشو، واللي أول ما بينادي عليه بيسمح له إن هو يدخل، وبيقول له إن هو يجهز نفسه بقى لعيد ميلاد ولي العهد، لكن هو ما بيكونش عايز يروح. وبنروح بقى على الحفلة الضخمة اللي عاملينها والإعلام كله بيكون موجود وبيصورها، وبتيجي هاجو بقى الحفلة بأفخم عربية عندها، وده كله علشان تلفت الأنظار. وفعلا ده اللي بيحصل وكل الناس بتكون عمالة تتكلم عليها. والموظفين بتوع الشركة بقى على الناحية التانية بيكونوا شغالين لجان إلكترونية، وبتدخل الحفلة من هنا وبيكون في كام ست قرشانة بتتكلم عليها وإن هي الطفلة التانية يعني العيلة، وإن محدش عارف أصلا هي تبقى بنت مين، وإن هي بنت غير شرعية، وإن هي جت العيلة وهي عندها 10 سنين ومحدش عارف كانت فين كل ده. وبيفضلوا يشتموا فيها شوية وبيقولوا عليها إن هي بنت جربوعة لغاية بقى ما بتكسر الكاس اللي معاها وبتبص لهم، فبيخافوا بقى وبيهربوا كلهم. بتكون ماشية وبتلاقي إن أخوها بيندى عليها وبيفضل يقول لها إن هي ترد عليه، ولما بتقف عشان تشوف هو عايز إيه بيبدأ يهينها وإن هي بنت غير شرعية، وبيقول لها إن الشركة ما بقتش قد كده آخر كام مدة وإن هي ما تحاولش. فبتقول إنه فاشل وبيفضلوا يتخانقوا سوا، وبعدين بقى بيبدأوا علشان يدخلوا وبيستنوا الأمير أيان علشان الحفلة تبدأ. ولما بيدخل الكل بيتفاجئ من اللبس اللي لابسه لأنه بيبقى جايب لبس صيد، والملكة الأم بتكون عمالة تتريق عليه لكن هو بيعرف يسكتها إزاي. بنشوف بقى هاجو لما بتقابل رئيس الوزراء مين اللي بيقول لها ان اللون الاحمر على فكره ممنوع في الاصل، فبتقول له ان هي قصدا ان هي تيجي بيه عشان عايزه الناس تتكلم عليها وتقول ان هي الرئيسه التنفيذيه مش اخوها، وانها عارفه برضه ان هم بيتكلموا عليها وبيقول ان هي بنت غير شرعيه، لكن هو بيقول لها ان هي ما تقولش الكلام ده. وبعدين بقى المساعد تشو بيجي يندهى عليه لان بطلنا بيكون عايزه مين بقى بيروح عند ايان وبيقول له ان مش لازم كل شويه يختفي كده وانه يفضل موجود وسط الناس. فايان بيقول له انت خايف بقى لا يتم اغتيالي ولا ايه؟ هو بيتكلموا مع بعض ان يعني كل واحد فيهم يتجوز وكده، لان الناس شايفاهم ان الاتنين عزاب ومزز. الصراحه بيمشي هو وبيقابل هاجو جوه القصر، فبيسأل انت مين وبتعملي ايه هنا؟ فبتقول له ان اسمها هاجو وان هي مش موظفه هنا في القصر. فبيقول لها طالما مش موظفه بتعملي ايه هنا؟ لان هنا اصلا ممنوع الوقوف. فبتقلق من كلامه لكن هو بيقول لها ان هي ما تخافش وان هي ممكن تمشي عادي. وقبل ما بتمشي بقى بيسمعوا صوت انفجار كبير، فبيروح يشوف ايه اللي بيحصل وبيلاقي بقى ان القصر بيتحرق. والملكه الام بقى بتيجي من هنا وبتضربه وبتقول له ان هو السبب وان هو عايز يموت الملك زي ما حصل من 3 سنين. هاجو بقى بتشوف كل ده وبتخرج، والمساعده بتسالها ايه اللي حصل، فبتقول لها ان حصل انفجار وبتيجي علشان تطمن منها على يان، لكن هاجو ما بتكونش طايقاه اصلا. وبنعرف بقى ليه مش طايقاه لما بنرجع في الزمن وبنشوف ان هي كانت في المدرسه ساعتها وكانت بتتدرب في مكان الرمايه، لكن بنشوفه وهو جاي لها وبيقول لها ان ممنوع اصلا التدريب في الوقت ده. فبتقول له ما انت كمان موجود، لكن هو بيوريها ان معاه موافقه. فبتتغاظ جدا بقى وبتقول له ده علشان انت من العيله المالكه بس كل حاجه مسموحه لك، وان هي تلعب زيهم بطريقه قذره. وقبل ما بتمشي بترجع عشان تحييه. وبنروح بقى لايان وهو في المكتب وبتجيله بقى الملكه الام في الوقت ده وبتعتذر على اللي عملته فيه امبارح، فبيقول لها ان هو يوصل كلامها ده لرئيس الوزراء علشان ما يحاسبوهاش على اللي عملته. فكلامه بيعصبها وبتقول له ان محدش مهتم بالملك وان هم كلهم مهتمين بيك انت وبالخدش اللي على الخد، وان هي حاسه ان الموضوع ده خطر على ابنها وان هو بقى لازم يوري لهم الولاء بتاعه. وازاي هيوري لها بقى؟ بانه يتجوز البنت اللي هي تختارها. على الناحية التانية بنشوف هاجو وهي قاعدة بقى وبتكلم باباها اللي بيقول لها ان هي لازم تتجوز، فبتقول له ان هي مش ترضى تتجوز حد اقل منها. ولما اخوها ومراته بيجوا علشان يقنعوها بتزعق فيهم وبتمشي وبتسيبهم. وبنروح للمساعدة شو وهو مصدوم من ايان وهو بيقول له ان هو وافق يتجوز لان هو اصلا كان عارف ان هو قافل موضوع الجواز ده من زمان. وبيخرج بقى ايان علشان يروح بيته ويغير شوية الجو، لكن بيلاقي اللورد في وشه اللي بيبان من الاول كده ان هو الشرير بتاع المسلسل. وبيقول لايان ان هو ما ينفعش يخرج ويسيب الملك لوحده، لكن ايان ما بيرضاش يسمع كلامه وبيمشي عادي. وعلى طول بقى اللورد بيروح وبيقول كل كلمة اتقالت للملكة الام وبيقول لها ان ايان ده خطر على الملك
والملكة الأم أصلا مش مطمنة الأيان ومتضايقة إن الناس كلها بتحترمه قوي كده، وده كله علشان بعد موت باباه وأخوه هو اللي بقى الواصي على ابن أخوه، وهو اللي بينهي كل الصفقات ومتحمل كل حاجة بشأن البلد. على الناحية التانية بنروح لهاجو، وهي بتشوف بقى عروض الجواز لكن ما بيكونش عاجبها أي حد لأن كلهم أقل منها في الطبقة الاجتماعية، فبتكون بقى بتتكلم مع المساعدة بقى في الموضوع ده، وبيجي في بالها حاجة واحدة بس، إن ليه ما تتجوزش من العيلة المالكة. الدنيا بقى بتكون مقلوبة على الناحية التانية على يان واللبس اللي كان لابسه في الحفلة، وعمالين يقولوا إن اللبس ده مش رسمي، وطبعا أغلبية الناس بتكون متضايقة لأن ده يعتبر مش احترام، والناس بتكون قلقانة من الموضوع ده إلا بنتنا اللي بتشوف الأخبار وبتقول عليه إن هو لطيف قوي. وأيام بيكون قاعد ولا على باله، والمساعد بيكون هيتجنن منه وبيقوله إن جاله طلب مقابلة من هاجو، لكن هو بيرفض على طول، وهي بتصدم لأن هي أصلا لسه ما قالتش حاجة واترفض، بس مش بتيأس وبتبعت له تاني، والمساعد بيقول له تاني فبيقول له برضه ان هو يرفضها، فبيتكرر الموضوع عشرات المرات وكل مره بيرفضها لغايه بقى ما بتفكر بحاجه معينه وبتكتبها له، وبنلاقي ان هي بعتله وبتقول له ان هي عايزه تقابل زميلها الكبير، وهو اول ما بيسمع الاسم ده بيوافق ان هو يقابلها، والمساعد بيتصدم طبعا، وهي بقى بتفرح جدا اخيرا تحقق حلمها، وبتلبس الحته اللي على الحبل وبتروح له، والخادمه بتروح تقول للملكه الام ان هاجو راحت البيت عند ايان، فبتكون بقى عايزه تعرف ليه عملت كده، والخادمه بتقول لها ان كده كده احنا حاطين جاسوسه عنده واحنا هنعرف كل حاجه منها. ايام بقى بيقول لها انت بعتلي كتير قوي، عايزه ايه بقى مني علشان تبعتلي كل ده؟ فبتصدمه بقى لما بتقوله ان هي بتقترح عليه ان هما يتجوزوا، وبنرجع بقى في الوقت ده فلاش باك لساعة ما كانت بتقوله ان هو بس علشان من العيله المالكه يقدر يروح مكان الرمايه في اي وقت. تاني يوم بتكون قاعده بقى وعماله تقول انا ازاي قلت له الكلام ده واكيد هيطردني، بس اصحابها بينادولها في الوقت ده وبتروح علشان تشوف ايه اللي حصل، فبتلاقي ان هو كتب تقرير بنفسه بيكون كاتب ان هما داخلين على دلوقتي امتحانات رمايه وان لازم المكان يكون مفتوح دايما، وبنعرف ان هو كان عارف ان هي من الاول خالص. وبكده تكون خلصت معانا الحلقه الاولى من المسلسل، لو عايزين تشوفوا بقيه الحلقات قولولي، وسلام.